لم يكتفي صباحي بالملايين الذين منحوه أصواتهم في الانتخابات، وقرر استكمال مشروعه الوطني على أرض الواقع من خلال تأسيس التيار الشعبي الذي يضم المئات من رموز العمل الوطني كإطار يعبر عن كتلة وطنية شعبية ثورية مدنية. وحدة تجمعنا نكمل ثورتنا، نعبر عن وطنيتنا المصرية، نحط العدالة الاجتماعية في موقعها في قلب أهداف ومطالب الناس أصحاب البلد وأصحاب الحقوق. نضع ديننا العظيم، ديننا الذي نؤمن به عقيدة وحضارة، ديننا إسلاما ومسيحية، هذا الدين في قلب كل واحد فينا وفي عقله وفي وعيه وفي ضميره. نحن المصريون نعلن اليوم معتمدين على الله وعلى شعبنا، واثقين في الله وفي شعبنا، نعلن قيام التيار الشعبي المصري أداة للثورة. ليس حزبا حاكما وليس له هذه الصلاحية. البرلمان غير موجود، ده واحد. اثنين، لا يوجد نص في دستور. التوقعات اللي تم جمعها من اعضاء التيار الشعبي في المحافظات، طبعا التيار فيه اعضاء كتير. لكن أريد أن أقول ملاحظة واحدة، وهي أنني لم أعرف إلا ظهر أمس أنني ضيف هذا الموضوع ولكن تنصيب 56 ده فرصة كبرى لإدارة جزء من الاقتصاد القومي، قرروا إن هم يتولوا بعض. في طبعا حاجات بسيطة هنا قوي، لكن هنا البطولات وهنا مثلا لسه وعلى الله إذا كمان بعض الصورة. قضى طفولته في مدينة بورسعيد، سافر إلى فرنسا للدراسة هناك وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد وأبناء الإحصاء من جامعة السوربون سنة 57. عمل في إفريقيا طويلة. مواجهة ومسلم كثير يعرف الخلط عشان لكن كل ده يؤسفنا أن
عدد كبير من السفراء الذين التقاهم صباحي أبدوا تفاهما واضحا لما طرحه عليهم من حقائق بشأن الأوضاع التي تمر بها البلاد بعد الموج. كما تحدثت من قبل فسوف أنقل ذلك إلى السيد الرئيس، وسوف يلتقي السيد الرئيس قريبا برموز القوى السياسية في جولة مشاورات مباشرة بشأن المشهد السياسي في مصر.